في يوم 23/9 سنة 1997 وبالتحديد في مدينة جاكسون التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، 3 حراس أمن كانوا داخل خزنة فيها ملايين الدولارات. فجأة بيلتفت واحد منهم وبيلاقي زميله واقف وراه مسدس وبيوجهه ناحيته. في الأول فكر إن زميله بيضحك معاه وما ادالوش أي اهتمام وبيقول له نزل السلاح ويعني فكك من الهزار ده خلينا نخلص، ولكن زميله ما بيكونش بيهزر أبدا، وبعديها هيكون صاحب أغلى سرقة حصلت في القرن العشرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا سهلا ويا مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ في محتوى الفيديو مش تنسوا باللايك وسبسكرايب بحيث نقدر نقدم أكبر عدد من المحتوى. وبس كده ما طولش عليكم، المشروب بتاعكم الجميل، سماعاتكم اللذيذة، ويلا نخش في تفاصيل الفيديو. هنتكلم النهاردة عن قصة شخص مستحيل تصدق إنه حرامي أو مجرم، لأنه قضى عمره وهو بيحمي فلوس الناس، إلا إنه بسبب ضغط الشغل والمعاملة السيئة كره حياته ورسم خطة أغلى سرقة بالقرن العشرين. ببساطة قدر يسرق نص طن من الفلوس، 500 كيلو كاملين من الفلوس، من الأوراق كمان، فلوس الأوراق. القصة بدأت في ولاية فلوريدا، بالتحديد في مدينة جاكسون. المدينة دي كان فيها فرع للشركة اسمها لومس فارجو. الشركة دي كانت متخصصة بحماية الفلوس والشركات والمحلات التجارية الموجودة في مدينة جاكسون. الشركات والمتاجر كانوا بتوقع عقد مع شركة فارجون علشان ينقلوا فلوسهم ويحطوها في خزائن الشركة المحصنة. طبعا كانوا بيعملوا الشيء دوت كل أسبوع وأحيانا بشكل يومي. فشركة فارجو بتبعت سيارات مصفحة على المتاجر المتعاقدة معاها، وبينزل حراس مدربين ولابسين دروع وبينقلوا الفلوس من المتجر لداخل السيارة، والسيارة بدورها ان هي بتنقل الفلوس لمقر الشركة. طبعا مقر الشركة عبارة عن قلعة مصفحة مليانة خزائن فولاذية وحراس على طول الوقت، مراقبة بكاميرات عالية الدقة وكاميرات حرارية من الآخر بالقوط دبة النملة اللي بتدخل المبنى. بالمواصفات دي تم تصنيف شركة فارجو بأنها الخزنة المالية الأأمن بالولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بعد خزنة الدولة وخزنة البنك الاحتياطي الفيدرالي. إلى أن في قلب هذا الأمان ومن جوه مقر الشركة حصلت السرقة. الحرامي نفذ العملية هو أكتر شخص تعرضت حياته للخطر في الشركة دي، وهو أكتر شخص واحد أمين بكل الموظفين اللي في الشركة، واللي هو فليب جونز، واللي تعتبر مهمته أصعب مهمة في الشركة. جونز اتولد بمدينة جاكسون عام 1964. مهمته في الشركة ان هو ينقل الفلوس من المحلات والمتاجر لداخل السيارة المصفحة، يعني هو اللي بيوقف على الباب الخلفي للشركات اللي عايزة تنزل فلوسها، وهو اللي بيشيل اكياس الفلوس وحقائب الفلوس وبينقلها للسيارة. الوظيفة دي بتحتاج لواحد مدرب وقلبه لازم يكون ميت، لان بكل عملية نقل هو اكتر واحد ممكن يتعرض للخطر. هو الوحيد اللي بيكون حامل اكياس الفلوس وبيمشي في الشارع من المحلات والشركات لعند سيارات النقل. أما باقي الحراس فبيكونوا موزعين شوية جوه السيارة وشوية جوه المحلات والشركات لمراقبة عملية النقل. يعني بمعنى أصح هو بيشيل الفلوس من هنا بينقلها لهنا، العربية هنا وهو هنا بينقلها هو في الحتة اللي في النص دي. في جزء من الحراس بيكونوا عند العربية وجزء تاني بيكونوا جوه الشركة أو المحل، وهو اللي بينقل الفلوس في النص دي. مثلا ممكن يكون مسافة يعدي شارع، حاجة زي كده يعني، أو لو في شركة بيكون هو في الباب الخلفي للشركات. فباقي الموظفين فيهم اللي بيكونوا جوه الشركة، جوه شركة فارجو. وزي ما قلت لك في البداية تعتبر قلعة حصينة. ولو انتوا لغاية دلوقتي مش مقتنعين ان المهمة بتاعته خطر، يكفي ان اقول لك ان هو اتعرض ل 11 مرة لمحاولة سرقة، وفي كل المرات الحرامية بيضربوا عليه نار واتصاب إصابات مباشرة حوالي 7 مرات، وتم نقله للمستشفى لأن كل إصاباته ما كانتش قاتلة، يعني كانتش بتأثر بشكل كبير يعني، وكان بيرجع للشغل أول ما يخف. وعمره ما أخد معاه الموضوع أكتر من أسبوع واحد. طبعا أنت عمال تقول موظف ده أكيد راتبه والامتيازات وعنده كتير وكتير وكتير، وأكيد إن وضعه المادي في الشركة في العام وفي الشركة تمام التمام. لكن خلينا أفاجئك وأحكي لك إنه هو ما كانش متثبت في الوظيفة أصلا، وإنه كان شغال بياخد $7 في الساعة، ما كانش عنده تأمين صحي، والشركة ما كانتش ملزمة بتعويضه في حالة خرج من الخدمة أو تقاعد. يعني الشغلانة خسرانة من أولها لآخرها، مع إنه ما كانش عنده خيار تاني. وفضل يشتغل في الشركة دي لمدة 10 سنوات لغاية سنة 1997. ولما عمره وصل 33 سنة قال لا خلاص أنا لازم ألاقي حل للوضع السيء اللي أنا عايش فيه ده، وقرر إنه يسرق الشركة. لكن قراره ما كانش جديد، لأنه من زمان كان بيفكر في قصة السرقة.
وبيحلم بيها. وبحسب المصادر جونز فضل يخطط للسرقة 5 شهور، وخلال المدة دي ما كانش بيعمل أي حاجة في حياته غير إن هو يتخيل تفاصيل السرقة ويتخيل حجم الثراء اللي هيعيشه بعد ما يسرق الشركة بشكل فعلي. أما الخطة الفعلية فهي قعد فيها أكتر من 8 ساعات، كانت متوزعة على 4 أيام. يعني نجحت خطته إنه يسرق الشركة بحكم المدة اللي قضاها في الشركة. كان فاهم القوانين العمل، وكان عارف كل تفصيلة من تفاصيل الشركة، وعارف بالظبط أفضل وقت للسرقة، وكان بيعرف مين هم الأشخاص اللي لازم يكونوا موجودين في وقت السرقة. واللي ما تعرفوش إن الشركة كان فيها خزانات مصفحة ومليانة كاميرات مراقبة وفيها حراس كتير، لكن شركة فارجو كانت تصرف $1.5 مليون سنويا على الدعاية. كان بتروج دايما إنها الخزينة الأمن بالولايات المتحدة، واعتمدت في الدعاية دي على نواب مجلس الشيوخ وأشخاص مؤثرين بالمجتمع، ودفعت لهم مبالغ طائلة عشان يسوقوا للفكرة دي. كان الهدف من الدعاية دي إن هي تتعاقد مع أكبر عدد من الشركات والمتاجر. طبعا جونز كان بيعرف التفاصيل الصح، وكان بيعرف إن دوت مجرد كلام دعايات. كان بيعرف إن الفلوس كلها بتتحط بخزنة واحدة، أما باقي الخزانات فهي دايما فاضية، لأن الفلوس المدخرة جوه الشركة ما بتحتاجش لأكثر من خزنة. كمان قال أفضل مكان أعمل فيه عملية سرقة هو داخل المبنى، وأفضل وقت للسرقة قبل العطلة النصف سنوية بيوم. يعني ما فكرش مثلا إنه يسرق عربية من عربيات الشركة وهي راجعة من أحد المهمات، لا، هو قرر يسرق من جوه الشركة نفسها، وكان عارف إن أفضل وقت للسرقة هو قبل العطلة النصف سنوية بيوم. في العطلة دي بتكون مع بداية الربيع، وأغلب الموظفين قضوا عطلتهم مع أهاليهم بره المدينة. علشان كده قبل ما العطلة تبدأ بيوم بيطلعوا من الشركة، كل واحد بيروح على بيته عشان يجهز نفسه للسفر مع عيلته. وتاني يوم بحسب الأوضاع بالشركة فعطلة الربيع بينزل عدد الحراس للتلت، يعني 70% من الموظفين بيكونوا بره المقر. لذلك هو مش مضطر ان هو يتعامل إلا مع عدد قليل جدا من الموظفين، وقدر من خلال علاقته القوية بمراقب الدوام إنه هو اللي يحدد أسماء الموظفين اللي هيكونوا في الشركة أول يومين العطلة. يعني هو كمان ظبط مع الموظف المسؤول عن الموظفين مين اللي هيقعد مين اللي هينزل أجازة، ظبط معاه إنه هو يحدد معاه أسماء الناس اللي هتقعد أول يومين في العطلة، واختار إن هم يكونوا أشخاص جداد وما تعرضوش ولا مرة في حياتهم لهجوم، لأن هم قال هم مش هيكون عندهم الخبرة الكافية، وهيكونوا متعاونين معاه في حال إن حسوا إن حياتهم متعرضة للخطر. بالإضافة إن 90% من الشركات والمتاجر اللي كانت متعاقدة مع شركة فارجو كانوا بيدوا الشركات دي هي كمان يومين الأجازة بتاعت الربيع، فكانوا بيحطوا كل فلوسهم على بال ما يرجعوا تاني من الأجازة في خزينة الشركة قبل ما يروحوا الأجازات بتاعتهم، وبتكون الفلوس داخل الخزنة. يعني داخل الخزنة بيكون أكبر مبلغ مالي ممكن يكون موجود. وبالفعل زي ما كان متوقع طلع جونز بالعربية المصفحة بتاعته مع السائق الساعة 6 الصبح، راحوا للمتاجر دي عشان يلموا الفلوس لحد الساعة 6 بالليل. كانت العربية فل معاهم، وكان المبلغ قيمته تتجاوز $9 مليون الساعة 6 المساء. وصلت العربية لمقر الشركة كإجراء روتيني. حراس الباب فحصوا السيارة وتأكدوا من هوية جونز والشوفير، ودخلوا جوه العربية لجوه الشركة بشكل طبيعي جدا. نزل جونز علشان ينقل الفلوس لجوه الخزنة مع 2 من الحراس، ودول كانوا بيستنوا جوه، هو وتيري براون، واللي كان بيمر بفترة اكتئاب حاد وبيخضع لجلسات علاج جماعية، والتاني اسمه دان سميث، واللي كان بيشتغل مع حارس جوه مبنى الشركة، موظف غير مدرب ولا عمل أي عملية من عمليات السطو، ولا كان معاه سلاح. والأهم من كل ده إن كان عنده مشاكل صحية في الصدر، يعني مستحيل يقاوم بأي شكل من الأشكال لو حصل له خطر أو حد هجم عليه. فجونز هنا فضل عنده مشكلة واحدة بس، وهي إنه جوه الخزنة الحراس بيكونوا مجردين من السلاح، يعني بينقلوا الفلوس لجوه الخزنة وهو والاتنين اللي معاه، ولا واحد منهم بيكون معاه سلاح. كلهم بيسلموا أسلحتهم بغرفة الحرس قبل ما يخشوا جوه الخزنة. تعال ما فهمكم كده اللي بيحصل علشان لو حد تاه مني. دلوقتي هم بينقلوا الفلوس من العربية، بيروحوا ينقلوها الخزنة. في قبل ما يخشوا على الخزنة بيكون في غرفة للحرس، الغرفة بتاعت الحرس دي بيسلموا أسلحتهم فيها، وبعد كده بياخدوا الفلوس ويدخلوا فيها عشان يرصوها جوه الخزنة. تمام. فإزاي ممكن إن هو
بالطريقة دي وهو مش معاه سلاح إن هو يهدد أو يخوف زمايله بدون ما كان معاه سلاح. فجونسون كان معتمد على حاجة تانية، وهي إنه بيعرف إنه في مرات بيكون في سلاح موجود في غرفة الكاميرات، في حال إن السلاح ده كان محطوط جوه الشركة فالخطة نجحت، أما في حال ما كانش في هناك سلاح فما عندوش غير إن هو ينسحب وينسى موضوع السرقة ويأجلها للعطلة اللي بعدها. قبل ما يبدأوا بنقل الفلوس، جونسون طلب من سميث إن هو يدخل على غرفة الكاميرات اللي بيداوم فيها سميث أو اللي شغال فيها سميث. جونسون طلب من سميث إن هو يروح يقفل الكاميرا لأنه هو عايز يغير الدرع بتاعه ويغير هدومه، مش عايز يكون قدام الكاميرا. فسميث بحكم إن جونسون شخص يعني موثوق، فقفل الكاميرات ودخل معاه الغرفة وهو بيغير الدرع بتاعه، وقال له عايز عود يسلك بسنانه. فساعتها سميث ضحك من الطلب، قال له الطلب الغريب دوت. فجونسون قال له خلينا ندور ايه في الادراج على سلاية سنان، عاوز حاجة يسلكوا بها سنان في الغرفة اللي هم كانوا موجودين فيها. فجونسون قعد يدوروا في الادراج، فسميث بيدور معاه على اساس يدوروا سلاية السنان. فجونسون وهو بيدور في الدرج لقى مسدس، وقتها قال خلاص كده الامور تمام والخطة هتكمل. المهم مش لقيوا سلكة السنان، وحكى له خلاص مش مشكلة خلينا نطلع ننقل الفلوس. وطلعوا من الغرفة. النقطة اللي لازم نركز عليها إن هو وقت نقل الفلوس داخل المبنى كان في 4 أشخاص فقط، الحراس ال3 وسائق السيارة المصفحة. وسائق السيارة المصفحة بعد ربع ساعة بيمشي، ما بيفضلش موجود، فما بيكونش موجود في الشركة غير 3 حراس بس. كل باقي الموظفين كانوا مروحين، ما كانش في غير الاثنين المناوبين، وهو براون وسميث ومعاهم جونسون اللي من المفترض ان هو كمان يروح بعد ما تنتهي عملية التخزين. المهم ال3 كانوا عاملين ينقلوا فلوس لجوه الخزنة، وانتبه جونسون ان الخزنة مليانة فيها فلوس اكتر بكتير من اللي جمعهم معاه في السيارة. باليوم ده فضلوا هما الثلاثة ينقلوا فلوس لجوه الخزنة، وقبل ما يخلصوا بشوية وبالتحديد الساعة 7:15 جونسون قال لهم ان هو عايز يروح على الحمام، وكان فاضل كام حقيبة بس ويكونوا خلصوا نقل الفلوس. وبشكل طبيعي طلع وراح على غرفة المراقبة، طفى الكاميرات ولبس الدرع واخد المسدس وطلع لجراج الشركة. فضل يجري قبل ما ينقفل باب الخزنة، راح على سيارته واخد منها حقيبة كان محضرها للسرقة. لازم تكون عارف انه قبل السرقة بأسبوع جونسون باع عربيته العادية من نوع فورد واشترى بدلها عربية فان، لأنه سيارته مش هتتسع إن هي تنقل كل الفلوس دي. فالفان مغلق، هيقدر يسرق مبلغ كبير وممكن يوسع لفلوس قد العربة المصفحة إن ما كانش أكبر. طب هتقول لي مش الفان ده ممكن هو يتمسك بسرعة؟ هو أصلا كان مكتئب، هو أصلا كان بايع حياته، وقال في حالة إن الشرطة حست بالموضوع هو مش هيقاومهم ولا هيهرب، لأن سرعة الفان عادية. والأهم من كده هو كان يأسان زي ما قلت لكم، وقال إيه خلينا إيه نزيد الطين بلة، ولو نجحت العملية خير وبركة، ما نجحتش خلاص تمام. وإذا ما نجحتش يعني فبحسب القانون مش هيتحكم عليه أكتر من 6 سنين سجن، يعني حجم المخاطرة أقل بكتير من المربح. لكن يعني إيه خلينا كده إيه خليها زي ما تمشي. المهم رجع جونسون الخزنة ومعاه الحقيبة، وقف على باب الخزنة اللي كان جواها سميث وبراون. وأول ما التفت براون شاف جونسون وهو رافع المسدس في وشه، وقال له سيب كل حاجة من إيدك واطلع بره أنت وسميث، اطلع أنت وسميث بدون أي مقاومة. طبعا صاحبه براون ضحك وقال له فكك من الهزار ده يعني، وإن الموضوع كان مفكره مسح. لكن الغريب إن جونسون طلب من الاتنين إن هم يقعدوا على الأرض بوضعية تشبه السجود، وطلب منهم يحطوا إيديهم ورا ظهرهم، وحط الكلبشات بإيديهم ورجليهم الاتنين، وما قاوموهوش أبدا. سحب أول واحد من الخزنة ونقله لغرفة مواد التنظيف الصغيرة، ورجع أخذ التاني وحطه معاه وقفل عليهم. محدش منهم قاومه، ومحدش يعني إيه عمل أي حركة غير متوقعة. يعني لو شراكة ومتفقين على السرقة مش هيكونوا متعاونين معاه وسلسين معاه بهذا الشكل. طبعا معلومة جانبية لازم نعرفها حصلت خلال التحقيق. واحد من المحققين صرح إنه الحراس ما كانوش جبناء، والواقع إن هم كانوا فرحانين بالحاجة اللي عملت تحصل، لأن هم أما عملوا استطلاع رأي في الشركة اكتشفوا إن 80% من موظفين الشركة كانوا بيتمنوا إن الشركة تتسرق ويحصل لها مصيبة، لأن الإدارة اللي فيها كانت سيئة جدا. على قد ما كانت معاملتهم سيئة مع الموظفين،
الكل كان متعاطف مع جونسون. عشان كده الحراس ما كانش عندهم أي انتماء للشركة، وقالوا مستحيل نخاطر بشعرة من جسمنا عشان ننقذ الشركة. وبالفعل جونسون رجع للخزنة وبدأ يعبي الحقائب بتاعته أو الحقيبة بتاعته بالدولارات، فئة 100 وفئة 50 و20، من غير ما حد يزعجه. وهو كان عنده خطتين بعد ما ملى الحقيبة الأولى. كان عنده خطة إن هو يكتفي بحقيبة واحدة، أو إنه هو يعبي سيارة الفان بالكامل، من مبدأ فرصة يعني هو مرة واحدة بالعمر، واللي هو يوم ما تسرق اسرق جمل. بعد كده طلع على المبنى ودخل غرفة التنظيف وطلب من سميث وبراون ان هم يوروه الكلبشات، واتأكد ان هم لسه متربطين كويس، واطمن اكتر لما طلبوا منهم ان هو مش يأذيهم. رجع قفل عليهم تاني الباب وبدأ ينقل حقائب الفلوس اللي كانت بالخزنة بدون ما يعرف كم اللي داخل جوه الحقائب اصلا. يعني فضل هذا الحال لحد الساعة 10 بالليل، وطول الفترة دي كان كل شوية يفتح باب غرفة التنظيف ويتأكد إن الشباب قاعدين بأدبهم، ويرجع يقفل عليهم تاني لحد ما خلاص سيارة الفان بتاعته بقت فل بالكامل، وما كانش فاضل فيها مجال إلا لشخصين. رجع على المبنى ودخل على غرفة المراقبة وفتح سيرفرات التسجيل وشال كل أشرطة التسجيل. بعدها دخل على مكتب شؤون الموظفين HR وسحب ملفه الوظيفي واللي كان فيه كل معلوماته الشخصية علشان ما يكونش في أي وثيقة رسمية عنه. وبما إن جونسون موظف خارجي فما بيكونش معاه عقد رسمي مع الشركة، ومعلوماته كلها بتكون محطوطة في الملف ده. يعني حتى النقطة جت لصالحه، وتعب 10 سنين ما راحش على الفاضي. من ضمن الحاجات اللي عملها إنه دخل على نظام الحماية بالشركة وقفل أبواب الشركة بالكامل وغيرها إنها تفتح لوحدها على الساعة 12 الظهر علشان يكون معاه أطول مدة ممكنة. من بعدها دخل على الخزنة ومسح آثار بصماته وطلع منها وقفلها، وبعدها طلع مسح كل خطوة وكل مكان إيده لمسته بالكحول. وبعدها فتح عليهم باب الغرفة وقال لهم اتفضلوا معايا. بالتحقيق اللي حصل بعدين صرح براون إن هو بالرغم من رائحة غرفة التنظيف، وبالرغم إن هو كان ممكن يموت داخلها لأنه عنده ضيق في التنفس وبالمكان نفسه، والريحة كانت قوية جدا. والرعب اللي هو عاشه إن لما جونسون طلب منهم إن هم يطلعوا من الغرفة ترجوه إنه يخليهم جوه الغرفة. تخيلوا قد إيه هم كانوا خايفين منه، إلا إنه هو أصر ونقلهم على العربية، واحد ورا والتاني طلعوا يعني واحد من ورا من باب الخلفي واحد من الباب الجانبي، وقفل عليهم بمفتاحه. إلا إنه هو لما جه يفتح باب السائق اكتشف إن السيارة مقفولة ومفتاح الأبواب الأمامية موجود جوه العربية، ما كانش عنده حل غير إن هو يكسر الإزاز. وبالفعل اللي حصل معاه إن هو طلع من الشركة على الساعة 12 بالليل. طبعا في نقطة لازم تعرفوها، وكمان ان حراس الشركة الخارجيين بحسب القانون الشركة مش مسموح لهم ان هم يسيبوا السور، ممنوع ان هم يدخلوا جوه لأي سبب من الأسباب ايا كان. يعني لو سمعوا في انفجارات جوه الشركة ما لهمش ان هم يسيبوا السور تماما. فهم ما كانش عندهم علم بأي حاجة من اللي جونسون كان بيعملها. وبالرغم ان شكل السيارة كان بيدل ان هي متكسرة تمام بحاجة تقيلة، ان موظف الباب الخلفي ما اهتمش للموضوع وسمح لجونسون يطلع بدون ما يدقق حتى ايه اللي معاه ولا ايه اللي جوه العربيه. حتى الرهائن اللي كانوا معاه في العربيه ما طلعوش اي صوت، عينهم كانت متغمضه وما كانش بيعرفوا ايه اللي بيحصل بره. المهم طلع جونسون لبره وكمل بالعربيه بتاعته باتجاه بيته، ووصل لبيته ونزل سميث من العربيه ودخله على غرفه النوم وحطه داخل الخزنه وربطه. قبل ما يقفل عليه سميث قال له يعني ارجوك ما تسيبنيش كتير جوه. جونسون ضحك وقال له اطمن بكره الشركه هتيجي وتطلعك من هنا. رجع على العربيه وطلع على الغابه، وهناك نزل براون وحطه جنب شجره وربطه فيها وقال له انا بربطك هنا وعارفك ان انت عندك مشكله في التنفس، فهنا انت هتقدر انك تشم هواء نظيف، فالهواء النظيف هنا هيغسل صدرك من كميه المنظفات اللي انت شميتها جوه الاوضه يعني. وحط لكل واحد فيهم حافظ الطعام وقال له في حالة انك جوعت دبر حالك وكل يعني. وبراون بكل بساطة فضل يشكره وفضل قاعد بهدوء. يعني مش عارف الحراس دول حراس كيوت جدا لهذه الدرجة. يعني قصة جونسون عملوا منها فيلم وطلع منها أكتر من فيلم وثائقي، وبكل الأفلام حكوا إن الحراس قاوموا جونسون وحاولوا إنهم يحموا الشركة، لكن الحقيقة إن بحسب المصادر الرسمية الموظفين كانوا لطفاء جدا مع جونسون. المهم طلع بالعربية بتاعته وبعدها اختفى بالكامل، وقصة السرقة انكشفت تاني يوم
حاولوا الحراس المناوبين بفترة العطلة إن هم يدخلوا الشركة، إلا إن كل أبواب الشركة كانت مقفولة، لأن أنتوا لو تفتكروا إن هو خلى أبواب الشركة تفتح على الساعة 12، والموظفين فكروا إن هو عطل أو خطأ فني، وما كانش في أي حراس في المبنى علشان يفتحوا الباب. قدروا بعد ساعة ونص إن هم يفتحوا الأبواب ويدخلوا الشركة. في البداية كان ما كانش في أي شيء غريب، لكن أول ما دخلوا على غرفة المراقبة كانت الدنيا مقلوبة جوه. راحوا مبلغين مجلس إدارة الشركة بالموضوع وتواصلوا مع الشرطة، وجم فورا بدون ما يكون في أي دليل على السرقة. باب الخزنة كان متقفل بشكل نظامي حسب القانون الأمريكي. كل الفلوس الموجودة في الشركة بتكون عهدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وبالتالي المكتب هو الجهة الوحيدة الخارجية اللي معاه مفاتيح الخزنة. لحد ما مشوا بالإجراءات دي وفتحوا باب الخزنة على الساعة 11 الظهر. أول ما فتحوا اكتشفوا إنهم قدام سرقة خيالية. التقديرات الأولية للمبلغ المسروق كانت 10 مليون دولار، ولما رجعوا للسجلات عرفوا إن هو عرفوا مين اللي كانوا موجودين وقت السرقة، وهم 3 حراس. أولها فكروا إن هم شركاء بالجريمة، وطلعت دوريات تفتيش تدور عليهم، لكن بعد كام ساعة طلعت فرضية جديدة وقالوا إن ليه دول هيكونوا حرامية، ما يمكن هم مالهمش دخل، وبالغالب هم الآن رهائن. خطفهم السارق السبب إن هم فكروا إن في سجلات كتير نظيفة ومفيش عليهم أي شبهة. ولما تم التحقيق مع الموظفين الكل شهد إنه مستحيل يكونوا حرامية، وإن دول أفضل 3 حراس في الشركة. المصادر بتأكد إن الشركة دفعت مبلغ خيالي لإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي علشان يتكتم على الموضوع، ومنعوا كل الموظفين يطلعوا من الشركة، وبوقت التحقيق منعوهم إن هم يتواصلوا مع أي حد بره الشركة. حاولت الإدارة بشتى الطرق إن الموضوع يفضل سر، لأن الموضوع دوت هو بمثابة عار. وبص يعني الشركة هتفلس بمعنى أصح، وسمعتها هتبوظ. حتى مكتب التحقيقات الفيدرالي تعاطف مع الموضوع وحاول يخليه سري، لأن قصة زي كده بتهز الاقتصاد الأمريكي بالكامل، لأن الموضوع لو انكشف خلال ساعات الناس هتروح تسحب فلوسها من شركات التأمين ومن البنوك كمان، لأن الكل وقتها يعوز فلوس إن هي تكون معاه، إنها تكون في شكل أمان أكبر يعني. إلا إن القصة كبرت بشكل خيالي، وعلى الساعة 8 المساء العالم كله عرف بالخبر، لأن جونسون طلع سارق 18 مليون دولار، والفلوس اللي سرقها وزنها 550 كيلو. خلال تحقيقات اكتشف المحققين إن ملف جونسون ما كانش موجود بين ملفات الموظفين. لكده أول إجراء عملوه إن هم دهموا بيته جوه الخزنة. شافوا سميث واللي قاعد ومربوط، وكان باين عليه التعب، كل شوية بيغمى عليه وبيرجع تاني. وجوه بيت جونسون شافوا ورق ومخططات ومسودات مرسوم عليها خطة السرقة. والغريب في الموضوع إن تاريخ أغلب المسودات 1992، يعني قبل السرقة ب5 سنين. وهو طول الفترة دي كان بيفكر في السرقة. اللي هم شافوا ورقة بتاريخ 1997 كان مكتوب عليها تفاصيل الخطة الكاملة، وحتى في تفاصيل الخطة داخل المبنى، لكن بدون ما يكون مكتوب عليها أي حرف اللي هيحصل بعد ما جونسون يسرق. يعني كل الخطة كانت مكتوبة لغاية ما يسرق الفلوس وبس. انتبهت الشرطة إن جونسون كان بيعاني من أزمة نفسية، وإنه كاتب على الحيطان جمل وأغاني حزينة. أكتر جملة مكررة: متى سأبقى بدون حب، إلى متى سأبقى بدون زوجة، إلى متى سأبقى بدون أطفال. يعني كان الراجل واصل على آخره، كان عنده حالة اكتئاب حاد، يعني عايز حنونة تظبط حياته. بعد ما الشرطة دخلت البيت بسرعة، عرفوا إنه فريق كشافة أطفال شافوا براون هو مربوط في شجرة. لقيوا حوالينه حوالين جبل اسمه بلو ريج قريب من مدينة أشفل بولاية كارولاينا. ساعدوه المنقذين ونقلوه لمركز الشرطة، ومن هناك نقلوه لمكتب التحقيقات علشان يكملوا معاه تحقيق. بعد ما خلصوا التحقيق والرهائن والموظفين والشرطة خصصت مبلغ مالي قدره $500,000 لأي شخص يساعد بالقبض على جونسون. الشرطة كانت متأكدة أن مبلغ زي سرقة جونسون مستحيل يقدر يبعد بيه كتير، ومستحيل يقدر يهربوا بره البلد بعد 3 أيام تواصل. ضابط بيخدم بمدينة أشفل مع الشرطة قال لهم إنه شاف سيارة جونسون. لما وصل الخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعتوا 65 محقق كانوا متأكدين إن جونسون قاعد في مكان قريب من السيارة، أو على الأقل نقل الفلوس لما كان قريب من العربية. الغريب والعجيب إن كل اللي عملوه دوت عبث، ولا دليل ولا راس خيط حتى يوصلهم للراجل ده. الراجل اختفى تماما. بعد أسبوعين من التحقيق اكتشفوا إن جونسون
مسجل دخول بأكتر من مكان بشخصيات مزيفة وهويات مضروبة، والراجل طلع من على الحدود بشكل نظامي ورايح على المكسيك. ما كانش عندهم حل غير ان هم يطلعوا قرار بتفتيش كل المخازن والمستودعات اللي موجودة في الحدود بالحدود مع المكسيك، وبالفعل تم تفتيش 1400 مخزن. قالوا لعل وعسى يكون مخبي الفلوس في واحد منهم، إلا إنه ما قدروش يرجعوا قرش واحد. التحقيقات فضلت شغالة لكن كله على الفاضي، والمحاكمة والقاضي وحتى شركة فارجو خصصت مكافأة مالية مقدارها $2,000,000 لأي واحد يساعد في القبض عليه، لكن حتى الطريقة دي ما نفعتش. في خلال 4 شهور الشرطة فتشت كل المستودعات التجارية والمنزلية الموجودة بالمدن الشمالية بولاية كارولاينا. وتخيلوا آخر حل، الشرطة فضلت تناشد جونسون على التلفزيون الرسمي، وقالوا ان هو في حال الفلوس رجعت سليمة هنعمل معاك صفقة وهنسقط عنك الحكم وهيتم تبرئته من الجريمة. إلا إنه ما كانش فيه أي استجابة. الكل شك إن جونسون انتحر أو في عصابة مكسيكية صفته، ولكن كل شيء اتغير 17/8/97. واللي حصل إنه على الطريق الدولي اللي بيوصل بين ولاية تكساس بالمكسيك كان في باص نقل دولي فيه ركاب جايين من المكسيك. الباص ده وقف على الحدود الأمريكية، وكإجراء روتيني طلعت موظفة الحدود على الباص علشان تشيك وتختم للركاب. وصلت لعند واحد من الركاب وطلبت منه الهوية بتاعته، إلى إنه قال لها إن هو معهوش هوية بس معايا رخصة سواقة. الموظفة ما اهتمتش بالموضوع في الأول، ولكن شافت الرخصة قالت أنت أمريكي ليه سافرت على المكسيك؟ قال لها أنا طالع زيارة عند واحد صاحبي ورجعت. من الجواب شكت الموظفة إنه الشخص ده بيشتغل بالمواد الممنوعة. طلبت منه الموظفة إن يتفتش أغراضه، وشافوا معاه مبلغ $10,000. هنا اتأكدت إن البني آدم ده بيشتغل في الممنوعات، يعني واحد مع $10,000 طالع بباص. أخذت الرخصة وراحت عشان تتأكد. المفاجأة اللي تكون إن اسم هذا الشخص روجر دي لاودر، مواطن أمريكي من أصل مكسيكي. والراجل كان قدامها بالباص كان أشقر وما كانش بيشبه المكسيكيين أبدا. بكل لباقة وبهدوء اعتقلوه لحد ما يتأكدوا من هويته، ولقيوا إن الشخص اللي اسمه روديجر دي لاودر في معرفة بينه وبين فيليب جونسون. نقلوه فورا لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وأول ما دخل المكتب المحقق أخذ نفس وأخذ شهيق كده وقال لهم دوت مش روجر، هذا الشخص هو بذاته فيليب جونسون. كان مطول شعر لحيته وحاطط مكياج، كان خاسس كتير وباين عليه التعب. على مدار 10 أيام حاولوا بشتى الطرق ان هم يقنعوه يعترف فين الفلوس او انه يقول لهم فين مكانها، الا انه ما رضيش وقال لهم ان الفلوس دي شركة غير شركة فارجو. كان ممكن احكي لكم يعني لو الفلوس دي فلوس غير شركة فارجو كان ممكن احكي لكم واقول لكم فين الفلوس، ولكن لو هتعدموني مش راح أتكلم تماما. ولكن المرة دي بدل ما يدوروا على اسم جونسون بدأوا يدوروا على الحاجات اللي عملها جونسون باسم روجر. وبالفعل اكتشفوا إن جونسون استأجر بيت بولاية نيو مكسيكو، وبرخصة السواقة المضروبة اللي كانت معاه اقتحموا البيت ودوروا فيه، وبالصدفة شافوا وصل أخضر مكتوب عليه مستودعات الجبل المنزلية. بالليل وقبل ما يطلع الضوء مكتب التحقيقات راح لعنوان المستودع وفتحوا المستودع. لتكون المفاجأة إن الفلوس كلها جوه ومش ناقصة منهم غير $100,000 فقط. صرفهم جونسون بالمكسيك، إلى إن لفت انتباههم إنه كان مكتوب على الحيط نفس الجمل اللي شافوها في بيته: إلى متى سأبقى بدون زوجة أو أطفال. بعد محاكمة بتتألف من جلسة واحدة لثبوت الأدلة على جونسون حكم عليه بالسجن 25 سنة، طبعا بدون السماح لأي إفراج مشروط. وفوق السجن تم إلزامه بأعمال مكتبية لصالح شركة فارجو بدون مقابل لحد ما يوفي $60,000 لصالح الشركة. وبهذا الحكم الحرية والسعادة المالية اللي كان بيحلم بها جونسون $7 اللي كان بياخدهم في الساعة من شركة فارجو تحولت لعبودية بدون أي مقابل لمدة 25 سنة. هنا كانت قصتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.